هي المرايا مسطحة الشكل، مش مقعرة ولا محدبة، بتبقى كده. خلاص، يبقى بقى تعريف المرايا المستوي. المرايا المستوية يا صديقي هي مرايا مسطحة الشكل. طيب، خصائص الصورة المتكونة بالمراية المستوي كم خاصية؟ 6. حضرتك أي جسم يقف قدام مراية مستوي هتتكون له صورة. الصورة ديت لها 6 صفات أو 6 خواص. أول خاصية، الصورة بتكون تقديرية. خلاص يا مستر، طالما الصورة تقديرية لسه قايلينها تتكون خلف المراية، بتكون معتدلة، صح؟ تتكون من تلاقي امتدادات الأشعة، بتكون عن طريق المراية المستوية، صح؟ ولا يمكن استقبالها على حائل. تاني حاجة، بتكون مساوية للجسم، ودي مهمة جدا، يبقى طول الجسم يساوي طول الصورة. يعني حضرتك لو وقفت قدام المراية تحت حضرتك، ما مراية حضرتك مستوي، هتلاقي الصورة اللي جوه أطول ولا أقل؟ لا يا مستر أطول. وإيه؟ يبقى طول الجسم بيساوي طول الإيه؟ الصورة. تالت حاجة معكوسة، ودي مهمة جدا. المعكوس غير المقلوب. والتاني يا صديقي ركز معايا في النقطة دي. المعكوس غير المقلوب. المعكوس يعني اليمين شمال، أما المقلوب يعني الفوق تحت. يبقى هنا الصورة معدولة عادي خالص بس معكوسة الوضع. حضرتك لو رفعت ايدك اليمين هتلاقي اللي جوه ايدك الشمال. ماشي يا صديقي؟ خلاص، خش بعد كده معتدلة. فعلا لو وقفت قدام المراية هتلاقي نفسك معدول، مفيش مشكلة خالص. تمام؟ يبقى الصورة معتدلة. ركز بقى في الخاصية رقم 5 و6، وخاصة رقم 5 عشان المسائل. هنعتبروا إن دي مرآة مستوية. شرط هنا يبقى ده السطح العكسي، ونعتبره إن ده الجسم. تمام؟ ليه يا مستر ده الجسم واقف قدام السطح العاكس؟ وهنعتبره إن ده الصورة. ركز معايا في الخاصية دي. خلاص؟ لابد يا صديقي يكون بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد صورته عن المرآة. منطقي يا مستر، أنا واقف قدام المراية، بيني وبين المراية متر، يبقى الصورة جوه بينها وبين المراية متر. جوه يعني خلفها. هي الصورة بتبقى جوه؟ ما صورة تقديرية، والصورة التقديرية تتكون خلف المرآة. يبقى إذا الخاصية رقم 5 بيقول لك إيه؟ بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة عن المرآة. وركز يا صديقي على الخاصية دي، مبني عليها مسائل المراية المستوية كلها، مسائل سهلة ما تقلقش. خلاص، يبقى بعد الجسم عن المرآة. خلاص، يعني مثلا لو دي 5 متر يبقى الصورة 5 متر. ومن هنا بقى يا صديقي يأتي بقى دور إن احنا نركز. طيب بص معايا، صلى على الرسول. يبقى لو دي 5 ودي 5، طب لو قلت لك بعد الصورة عن المرآة هتقول لي 5. طب بعد الجسم عن المرآة 5. طب بعد الجسم عن صورته، الجسم عن صورته ده 5 و5 كام؟ 10. خد بقى سؤال نسبة كده لطيف. النسبة بين الجسم والمرآة والصورة والمرآة في المستوي. طالما جسم ومرآة وصورة ومرآة هتبقى النسبة 1:1. عشان دي 5 و5. تمام. طب لو قلت لك النسبة بين الجسم وصورته، الكلام ده في المرآة المستوية، الجسم وصورته والجسم والمرآة. الجسم وصورته 10. طب الجسم والمرآة 5، هتبقى الضعف، صح؟ هتبقى النسبة كام؟ 2:1. طب لو قلت لك النسبة بين الجسم والمرآة والجسم وصورته، خلاص يا صديقي عرفتها. الجسم والمرآة 5، يبقى الجسم وصورته 10، هتبقى النسبة 1:2. الخاصية الستة بيقول لك المستقيم الواصل. يبقى في مستقيم هنوصله بين مين ومين؟ بين الجسم والصورة، بيكون عمودي على السطح العاكس. تعالى نطبق. مش ده الجسم؟ عملنا مستقيم ما بين الجسم وبين صورته. لقينا ان المستقيم ده عمودي على مين؟ السطح العاكس. فعلا